أولا ندين الإرهاب في أي مكان. ثانيا ندين الضربة التي وجهت إلى الشعب التونسي، والتي هي ليست فقط ضربة إرهابية ضد اقتصاده أو ضد وحدته، بل هي ضد المشروع الديمقراطي الوحيد، النموذج الإيجابي في المنطقة. أيضا نوجه تعازينا إلى عائلات كل الضحايا الذين أصيبوا ضحايا في هذه الهجمة الإرهابية. ثالثا نعتبر على أنه لتجفيف الفكر الإرهابي لا بد من نشر ثقافة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني. وأخيرا نعتبر أن الإرهاب ليس فقط ذو دقن ولحية، الإرهاب هو مشروع إمبريالي في المنطقة يستهدف ديمقراطية المنطقة بكاملها، يستهدف إعاقة الديمقراطية في المنطقة بكاملها. نحن في الشبكة الديمقراطية التضامن مع الشعوب ندين هذه الضربة